كل سنة وانتم طيبين. صلينا العيد وجينا، يلا بقى نعمل الفتة عشان نفطر بيها. هجيب عندي حلة كبيرة، هنزل عليها بمعلقة زبدة، معلقة سمنة، وبعد كده هنزل عندي بكمية اللحمة اللي المناسبة ليكم وعلى حسب أفراد أسرتكم، وبرضو القطعية اللي انتوا حابينها. هتبدأ بس كده تاخد لون من على كل الجوانب، هنزل عليها بحبهان ومستكة وفلفل اسود، وهنبدأ ندي تقليبة كده صغيرة. في الوقت دوت انا حاطه حلة تانية على النار فيها مية بتغلي، وعليها ورق لورا وطماطم وبصل. اول ما اللحمة بتاعتي تاخد لون كده، احس ان هي كلها بقت نفس اللون، هبدأ انزل بيها في الحلة اللي فيها المية بتغلي ديت. طبعا البهاريز بقى والحاجات اللي واقعة في الاخر ديت انا مش هسيبها، هنزل عليها بمعلقة شوربة وهرجع ارجعها تاني في الحلة بتاعت اللحمة بتاعتي. تاخد بس غلوة، وهنبدأ نظبط الملح بتاعنا، ودي معلقة سكر احنا متفقين عليها في اي حاجة فيها لحمة. يلا بقى نعمل الصلصة بتاعت الفتة بتاعتنا. هنزل عندي بحلة كده فيها معلقة كبيرة من الزيت، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، هبدأ اقلب فيه لحد بس ما الثوم يبدأ ياخد لون كده. بعد كده هننزل عليه بمعلقة كبيرة من الخل، وبعد كده هكون محضرة معايا كيس صلصة كنت انا مفرزناه قبل كده، وعشان الصلصة بتاعتي كان فيها من الاول ملح، فانا هنا مش هزود الملح، يعني هحط شعرة كده الاخر قليلة. هبدأ بس انزل بفلفل اسود، وهدي تقليبة كده للكلام ده لحد ما تبدأ بس تتسبك شوية كمان، يعني غلوتين بس مش اكتر. وزي ما اتفقنا قلنا هنزل بمعلقة ملح صغيرة، وبكده تبقى الصلصة بتاعت الفتة بتاعتنا جاهزة. هنا كنت عاملة رز مصري ابيض عادي خالص مسلوق، كان بدأ يتشرب معايا، هغطيه وهدي عليه النار خالص. ده منظر اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت، وده عيش ناشف كنت محضراه عشان الفتة. طبعا اللحمة ممكن تكتفوا بيها وهي في مرحلة بعد ما اتسلقت كده، لكن انا بحب ايه، يعني تركاية كده من عندي، ان انا بحب اشوحها او يعني شبه احمرها بمعلقة سمنة كمان. بعد كده بقى جبت عندي الصينية او الطبق التقديم اللي هتحطوا فيه الفتة بتاعتكم، بنزل فيها بطبقة كده من الرز المسلوق في الاخر، وبعد كده في النص طبقة من العيش. بعد كده هنزل عليه مع كام كبشة كده من الشوربة، وهبدأ انزل بطبقة رز تانية، بس الطبقة بقى اللي فوق هكتر فيها الرز شوية. وبعد كده هنزل تاني كده على الوش بشوية عيش تاني، ودي الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها. اصلا الريحة لوحدها يعني ياريتكوا شمنها زيي. وبعد كده هنبدأ ننزل عليها بقى بكمية اللحمة اللي احنا حضرناها كلها. شايفين الجمال؟ وبكده تبقى الفتة بتاعت العيد الكبير جاهزة معانا. وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا. بفكركم تاني بمناسبة العيد، ياريت ما نبخلش عليا بلايك وشير.